أعرف الكشة وقسوة رجال الشرطة، أعلم الابتزاز وطلب الرشاوي من الأمهات اللائي تفضلن وضع عصارة جهدهن في وقود أولادهن ورسوم مدارسهم في أيدي الجنود بدل أن تؤخذ إلى السجون. هذا كان صداما اجتماعيا وثقافيا بين الدولة المعروفة دستوريا بالعربية الإسلامية ومجموعة من مواطنيها الذين ليست لهم علاقة بالتوجهات الأيديولوجية للدولة. لذا كانت صناعة الخمور لهم هي مصدر رزق تسد الرمق وتوفر كسوة وتدخل عدد لا بأس بهم من الأطفال للمدارس على سوءها، ولكنها ترضي الأمهات. أما نظرة الدولة فلم يكن هؤلاء المواطنين إلا مجموعة من المنتهكين للمحرمات الدينية وليس لهم به لدين ليس لهم به أي التزام روحي ولا يعرفون حتى شعائره. لذا حاربت الدولة تلك الصناعة بكل ما أوتيت من قوة، وللأسف دون تغيير بدائل محسوسة لكسب العيش الكريم والحلال طبعا. عندما كانت تأتي الكشات وتسكب تلك المرائس البيضاء على الأرض وتقود الأمهات نحو السجون، كان ضمير السلطات يرتاح لأنها أنهت عن المنكر، بينما كان رأي سكان تلك المناطق أنها إهدار لنعمة كان يمكن أن يتغذى بها الكبار والصغار وتشعرهم بالامتلاء والنشوة ليوم كامل. وحبست المعيلة الوحيدة للأسرة، بذا ازدادت الفاقة والعجز وتراكم القبن الاجتماعي لتصبح تلك البيئات المفرخة الأساس للمشردين والحانقين والغاضبين والمجانين الذين يبحثون عن في أمل للهروب. تلك الاختلافات في القيم على بساطة تفاصيلها عبأت الناس تجاه الرحيل في أقرب فرصة، وقد فعلوها وما زلنا نضطر مراراتها حتى الآن. تعايشنا مع آباء غير مسؤولين وأقصاهم المجتمع بالعطالة والتعطيل ليدخلوا في دائرة غير منتهية من السكر والعربدة والعنف الموجه نحو النساء والأبناء وأنفسهم. دخلت أمهاتنا السجون عشرات المرات من أجل إطعامنا وجبة واحدة في اليوم ومن أجل أن نشتري كراسة وقلم، وكل أمنياتهن ألا تحبل بناتهن في سنين المراهقة الأولى أو ألا يعاقر أبنائهن الخمور. في أغلب الأحيان يحدث كلاهما كنتيجة طبيعية لتلك البيئة، بيئة النزوح والعنف والانحطاط. هي ابنة شرعية للحرب، واعتبر نفسي محظوظة أو بأكثر امتنان ناجية عندما تفتح وعي مبكرا واتخذت من القلم والحرف إزميلي لأحفر عميقا لأنحت ذاك الألم الغير محدود في ذاكرة كانت بعيدة كل البعد ولا تنظر لتلك البيئة إلا بنظرة الاتهام والخوف والازدراء والإحساس البارد بأن هؤلاء ليسوا جزء من هنا ولا بد أن يأتوا يوم ويذهبوا، وقد فعلوا. كان ذهابا صادما ومؤلما، فلم يستطع من اختاروا الجنوب وطنا الشفاء منه ولا بقية السودانيين الذين بقيوا شمالا.